من الطرق والاقتصاد إلى الآثار المصرية النهاردة صرح معبد بطلمي جديد في سوهاج. خلينا نشوف الآثار المصرية ما زالت تكشف أسرارها بشكل رائع. دكتور إسلام سعيد، أستاذ الآثار المصرية القديمة وعضو اتحاد المؤرخين العرب. يا دكتور مساء الخير. مساء الخير يا فندم على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. أهلا بحضرتك دكتور. كشف من العصر البطالمة في سوهاج. اعتدنا الآونة الأخيرة أن الكشوفات في منطقة الأهرامات، في الأقصر، في كده. اشمعنى المنطقة دي تحديدا، وإيه الدولة القديمة اللي كانت موجودة في المنطقة دي وإحنا بندور على أثارها؟ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. يمكن زي ما حضرتك ذكرت تعتبر محافظة سوهاج إحدى أهم البقع الأثرية في تاريخ الحضارة المصرية القديمة، اللي محتاجة اهتمام بصورة كبيرة جدا وإبراز لكل المرفقات أو الآثار اللي بيتم الكشف عنها بها. ويمكن بالتحديد الحدث اللي احنا عثرنا عليه النهارده او الاعلان الرسمي عن كشف عن احدى المعابد اللي هنتكلم عنها. انما في البدايه حابين نوضح ان الموقع او المحيط اللي تم الكشف فيه عن المعبد نفسه كان موقع منطقه اتريبس. ويمكن المنطقه دي موجوده في الناحيه الخاصه بالشيخ حمد في الجبل الغربي بسوهاج بالتحديد. تم العثور فيها على اكثر من معبد، ويمكن المفارقات الغريبه ان هنقولها حتى ان المعبد اللي احنا وجدناه النهارده بتاع الجد الاكبر، يعني بيبقى على مقربة منه معبدين للأب ثم الابن بعد من ذلك، يعني أشبه لتسلسل كده مثابة بنقول للنسل مجازا. المنطقة ديت ابتدى الاهتمام بها أو بيرجع تاريخها للقرن الرابع قبل الميلاد بالتحديد، ودي كانت فترة متأخرة نسبيا في عدد زي ما ذكرنا من المعابد المختلفة. ولكن الاهتمام الخاص بها كحفائر تمت من بداية 1907 من على ايد عالم انجليزي كان اسمه فليندر سيبتري، وده كان البداية الفعلية للتنقيب على الآثار اللي موجودة بها بالتحديد. بعدها توقف العمل فترة كبيرة جدا إلى أن جاءت الهيئة المصرية للآثار طبعا في بداية عام 1980 وصولا لعام 1997. يمكن الفترة دي كان في شغل كبير جدا وإسهام في الكشف عن عدد من المرفقات لمعابد أخرى هنتكلم كسرد بسيط عنها. بالإضافة أن بعدها كملت أعمال الحفائر من قبل البعثة المصرية الألمانية اللي هي من بداية عام 2003 وصولا بقى لحد 2024. يعني يمكن العمل توقف فترة كده من عام 2012 لعام 2018 وأعيد الاهتمام بالمنطقة كرفع كفاءتها بالكامل. ويمكن زي ما أنا ذكرت إن المنطقة كانت فيها عدد كبير جدا من المقابر اللي بترجع للفترة اليونانية الرومانية وعدد من المعابد المختلفة، منهم أو أهم معبد فيهم اللي هو بنسميه معبد أتريبس الكبير بالتحديد، وده خاص بالملك بطلميوس ال 12 اللي هو والد أشهر ملكات البطالمة اللي هي الملكة كليوباترا السبعة. وفي على مقربة منه معبد لوالده اللي هو بالتحديد بطلميوس التاسع. والمعبد اللي احنا عثرنا عليه النهارده كان للجد الكبير اللي هو بطلميوس الثامن مجازا. وده بيوضح لنا ان المنطقه كلها كانت اشبه ان هي غفيره بالاسره البطلميه، طبعا على الرغم ان طب دكتور كان البعض يتخيل ان البطالمه او اليونان والرومان اكثر اتجاها الى الشمال، فكره ان هم الى اقصى جنوب مصر سوهاج واثار اخرى. هل ده ليه اي مدلول؟ هل معنى كده ان الاسره لما قعدت مده طويله ان الجنوب كان دايما هو الجاذب لاي حضاره او اي دوله جديده؟ لا بالعكس، يعني يمكن هم حاولوا ان هم يعملوا اشبه بزي ما وصفنا كده ان هم اتخذوا من الاسكندريه كانت هي العاصمه الرئيسيه وحبوا ان هم يضاهوا المشهد دوت في الاطار الجنوبي. ويمكن سوهاج كانت هي الموضع الاساسي للاهتمام الخاص بيهم باعتبار ان هم بعدوا عن طيبه الى حد ما. طيبه طبعا كانت تعتبر البقعه الاساسيه للدوله المصريه من بدايه الاسره ال 12 وصولا للدوله الحديثه، على الرغم ان هم تواجدوا فيها برضه واضافوا فيها عدد من الاضافات في المعابد المصريه، بس حاولوا ان هم يتخذوا من البقعه بتاعت سوهاج كمعقل جديد ليهم تضاهي المعقل الموجود في الاسكندريه او العاصمه الرئيسيه. وده يمكن اللي تم الكشف عنه وما زلنا، يعني احنا بنتكلم المعبد ده معبد كبير جدا. يعني احنا الكشف النهارده اوجد بس او اظهر فكره الصرح الامامي اللي هو الواجهه الاماميه بالتحديد، يعني الاتساع العرضي بتاعها حوالي 51 متر، ده رقم كبير. وطول الصرح اللي هو الجانبين مجازا حوالي بنتكلم في 24 متر، ده ارتفاع ضخم جدا. بنتكلم في معبد 1000 متر، ده حاجه ضخمه يعني. طبعا يعني هو بيضاهي معبد الأقصر بالتحديد في الحالة بتاعته من خلال التشييد. ويمكن حتى الفكرة المتعلقة به ان في لسه مرفقات اخرى اللي هي الاستكمال سواء صالة الأعمدة او بعد ذلك من المرفقات الخاصة بالمعبد. بالإضافة إلى ذلك إن حتى الجوانب المتعلقة بتقديس المعبودات اللي تواجدت في المنطقة دي كان عندنا بالتحديد المعبودة ريبيت،
ودي كانت اهم المعبودات بصحبه المعبود مين، وده كان رمز الخصوبه والتناسل في مصر القديمه. وهنا بيوضح لنا فكره التاثر او الربط ما بين العقيده اليونانيه والعقيده المصريه القديمه، او الانغماس اللي حبوا اليونانيين يعملوه مع المعتقد الديني المصري، باعتبار ان هم يضفوا عليهم الصبغه اليونانيه، او مجازا هم كانوا جايين. السيده الاولى في كولومبيا زارت مصر 12 ساعه ويقال انها مبهوره، ايه اللي حصل؟ طبعا ما هو عندنا هنا احنا ما فيش حد بياتي الى مصر هنا غير ما بيبقى عنده استثاره كبيره جدا بما يشاهده من، يعني مش عارف اقول حضرتك ايه. يعني احنا لما بنقف قدام الاثر بنشوف مدى الاعجاز احنا كمصريين من جذرهم او من نسلهم مجازا ومن جيناتهم. طيب ماذا عن الاشخاص اللي بتبقى من الحضارات الغربيه اللي امتلكت التكنولوجيا، رؤيتها للمواضع ديت اللي هي في ظل ادوات بدائيه بسيطه جدا، تم وجود الالوان على الجدران، وجود التصميمات اللي هي العلويه، الاصرحه المختلفه اللي بنتكلم عليها، في ظل عدم وجود تكنولوجيا متطوره زي العصر الراهن. فده طبعا بيخليهم ان هم حاله من الدهشه والاعجاب في نفس ذات الوقت. وده اللي بيخلي ان علم المصريات او الايجيبتولوجيا على مستوى دول العالم واخد ثقل كبير جدا ومن الرياده في ضمن العلوم المختلفه، او بيحطوه في ترتيب متقدم جدا، نتاج ان هم بيحاولوا يطلعوا على كل ما هو سابق من برديات او من افكار هندسيه ومعماريه، او حتى في الجوانب الطبيه والفلكيه وغير ذلك، من اجل تطور العصر الراهن. ويمكن ده ما بيتمش الكشف عنه بصوره مباشره، ولكن بتبقى طبعا من خلال اسهامات متعدده. يمكن المتخصص هو اللي يقدر يبقى على درايه من التفاصيل دي ويعرف هم اتوا بالتراكيب دي منين، او اتوا بالديزاين الحديث ده منين وما شابه يعني. فده طبعا بيأكد حاله الدهشه اللي هي وصلت ليها، وغيرها طبعا من الاشخاص المرموقه، سواء بنتكلم في وفود متعدده سواء رؤساء او وزراء بياتوا الى مصر، بيصحبهم حاله من الاهتمام ان هم يعودوا اليها مره اخرى، او تبقى بمثابه الزياره الاهم في تاريخهم، على الرغم ان هم بيكونوا سافروا دول كتير جدا. بس اكيد يا فندم هي مصر يعني ستظل طبعاً مبهره للجميع. كل الشكر لحضرتك دكتور اسلام السعيد استاذ الاثار المصريه القديمه.